هترجع هشام اخوك ازاي يا رحيم؟ ما تقلقش يابا، هيرجع ان شاء الله. طيب ما تسأل رحاب، يمكن عارفة حاجة عنه تدلك يا ابني. رحاب اللي سابت ابوها مرمي في الشارع، هتسأل على اخوها؟ غصب عنها يا رحيم، كلنا اتكسرنا بعد سجنك. طب على الاقل كانت شافت لكم شقه تقعدوا فيها انت وهشام. عملت كده يا ابني، صدقني عملت كده، بس اللي ما يتسماش عرف، جه طردنا منها. الله يحرقك يا سيد، يطردكم من بيتكم. يا ريته طردنا بس يا ابني. عمل ايه تاني يابا؟ ما تحكي لي. هقول لك ايه ولا ايه يا رحيم يا ابني؟ هقول لك ايه؟ هقول لك ان اخوك اترمى في الشارع واتهان واتضرب، ولما جيت احوش عنه ما راعوش سن يا رحيم. وهيكون حد فيهم مد ايده عليك يابا؟ رموني في الشارع انا كمان بالجلابيه اللي عليا. بقى اخوك مرمي جنبي بينزف من كل حته في جسمه، وانا عمال بعلو صوتي اصرخ عشان حد يجي يساعدني. مفيش. هجيب لك حقك يابا، والله اللي اجيب لك حقك. وعد مني لا خليهم يدفعوا تمن كل دقيقة مرت عليك وانت في الشارع.